وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قبل ما اكلمك في اي حاجه هطلب منك طلبين. صلي على النبي وركز كويس قوي في الفيديو ده. حاول انك بهدوء كده وبالراحه اهو ركز معايا في الفيديو ده وطبق الكلام اللي انا هقوله لك، وانت باذن الله هتشوف كميه الدرجات اللي انت هتلمها. بص، مش عايز اقول لك انت هتقفل العربي لان هتقولي مفيش حد بيقفل العربي والكلام ده، بس انت هتجيب اعلى درجه ممكنه في العربي باذن الله. طب بالراحه، بس الاول عايز افهمك حاجه. انت عكيت في التربيه الوطنيه والدين والاقتصاد والاحصاء وكل الكلام ده، وحاسس انك محلتش وملخبط الدنيا كلها. طب حابب اقول لك انك كده كده هتنجح وهتعدي، وفي مواد هتحس انك بص عاجك الدنيا على الاخر وهتجيب فيها درجه انت مش متوقعها. طب هم عاملين ال الامتحانات دي عشان بس يوروك النظام، ورقم الجلوس هتكتبه ازاي، اسمك هتكتبه ازاي، ويهيئوك لنظام اللجنه. غير كده انت باذن الله ناجح ومعدي في المواد دي. عايزك بقى تسيبك من اللي فات ده كله وتركز في اللي جاي. اسمع بقى كده بالراحه وركز في كل كلمه. تعالى بقى كده واحده واحده العربي، وازاي تضمن كل فرع في العربي. لو جينا نشوف اول حاجه وهو النحو، طب النحو عليه اكبر درجات، والنحو هيجي لك في الاخر. فانت لما تيجي في الاخر وتلاقي مثلا قيمه 20 سؤال لو السؤال بدرجه او 15 سؤال نحو، فانت لازم تعود نفسك وتهيئ نفسك انك تحل نحو كتير وتفهم النحو صح. طب تعمل ايه في النحو؟ الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي ده هيبدا من يوم 15. طب انت حابب تبدا من دلوقتي ومخلص كل المتراكم براحتك، لسه وراك اجزاء محتاج انك تخلصها، كيمياء فيزياء تاريخ جغرافيا، ابدا انك خلص المواد دي لحد يوم 15. بالله عليك اسمع مني واعمل كده لحد يوم 15، عشان انت من بعد يوم 15 هتبدا بقى في العربي. بعد العربي الماده اللي بعديه فرنساوي وانجليزي، وهتخش في دوامه كبيره قوي. مش هتقدر انك تجيب من المتراكم غير في ليالي الامتحان. انما انت دلوقتي اهو فاضي، لسه ليالي الامتحان هتبدا من يوم 15 بتاعه العربي. حاول انك تكون خلصت كل المتراكم. طب تعالى بقى نمسك النحو وركز معايا. انت عندك مستر محمد صلاح منزل لك مراجعه النحو كامله، ماشي؟ هتاخد يوم كامل بتخلص فيه النحو ورا بعضه. يعني انت بتذاكر النحو، بتخرج من المحاضره على المحاضره اللي بعديها، بتخرج من المحاضره وهكذا لحد ما تخلص النحو كله. وعايز برضه افهمك على حاجه، اي كلمه انا هقولها لك انت بتعملها جنب مراجعات المستر. يعني مثلا بقول لك هتتفرج على محاضرات النحو القديمه، المستر نزل مراجعه فيديو جديده انت بتتفرج عليها، كل اللي انا بقوله لك انت بتعمله جنب مراجعات المستر. يبقى انت النهارده اهو ماسك اليوم كامل على حسب بقى ما انت حابب تبدا. هتمسك اليوم كامل وقلت لك افضل بدايه يوم 15. يبقى النهارده اهو احنا بنذاكر النحو. طب وانت بقى بتذاكر النحو وانت بتتفرج على المحاضرات وبتجمعها، ويا ريت تكون انت عملت الكلام اللي انا هقوله لك ده لو انت كنت اتفرجت على المحاضرات دي. طب انت لسه ما اتفرجتش او اتفرجت وما عملتش الكلام ده، فاسمع بقى تعمل ايه. انت دلوقتي هو فتحت المحاضره، مثلا الوحده الثالثه. طب الوحده الثالثه دي فيها ايه؟ فيها اشكال المبتدا وانواع الخبر وجواز التقديم والتاخير ووجوب التقديم والتاخير، حذف المبتدا وجوبا وحذف الخبر وجوبا، مواضيع كسر الهمزه ومواضيع فتح الهمزه، ده النافيه للجنس ولا سيما. بص، كل دي مواضيع بتبدا تكتب عنوان كل موضوع وتكتب عليه مثال. يبقى انت بتمسك وحده وحده وبتبدا تفنطها كده. طب ده هيفيدك بايه؟ قبل الامتحان هتلاقي المعلومات كلها داخله في بعض. لما تمسك بقى وحده وحده وتشوف كل حاجه بتتكلم عن ايه وانت مرتب كل موضوع، دي بتفرق معاك. انت فاتح المحاضره المستر بيتكلم على اشكال المبتدا، بتبدا تكتب اشكال المبتدا وتلخصها. انواع الخبر انت بتكتب وراه يعني، والمحاضره شغاله بتلخص وراه كده بسرعه. وانت برضو في المحاضره هتلاقي في حاجات كتيره بتلخبطك وفي فروقات ما بينها. زي ايه؟ يعني مثلا الجمل التي لها محل من الاعراب واللي ملهاش حل من الاعراب. عندك مثلا الجمل التي لها محل من الاعراب: جمله الخبر، جمله الحال، جمله القول، جمله المفعول به، جمله النعت، جمله المضاف اليه، وهكذا. في الناحيه الثانيه هتلاقي هنا حاجات وهنا حاجات. ابدا الجمل التي لها محل من الاعراب وبتبدا تجمعها. طب كمان برضو حاجه مهمه، بص في حاجه اسمها تريكات. يعني ايه؟ انت وانت بتتفرج على الشرح او الحل، في كده حاجات بتخرج بتكون يعني اللي هي بين السطور، اللي لما بتيجي في الامتحان بيبقى عليها درجتين. دي انت بقى بذكائك بتقدر تتوقعها. زي ايه؟
يعني انت مثلا عندك النكره المنصوبه بعد كفى تعرب تمييز، كفى زائد المصدر المؤول في محل رفع فاعل. يعني عندك مثلا غير لو مش بمعنى الا يبقى ليها اعرابين، لو نكره، لو الجمله نكره تبقى نعت، ولو عائده على معرفه تبقى حال. بص كل دي حاجات بين السطور اهي، لو جات لك في الامتحان هتجيلك بدرجتين، فانت بتركز على الحاجات دي. عندك برضو حاجه تانية، انواع المنادى، عندك منادى مضاف وشبيه بالمضاف والنكره المقصوده والغير مقصوده. كل دي حاجات تشتتك في ورقه اهي، بص ورقه كده، وبتبدا تجمع كل الحاجات دي. عايزك برضو تركز تاني وانت بتحل او انت بتتفرج على الشرح، لو لقيت سؤال كده فكرته حلوه خد الفكره اكتبها مش خد السؤال. مثلا زي ايه؟ عندك كلمه مالك ومالكم اللي بيجي بعديها جمله حال، فدي فكره هي كتبتها. عندك مثلا افعال الزياده والنقصان اللي بيجي بعديهم بيكون تمييز. كل دي افكار بتجمعها في النحو وبتبدا انك تكتبها، بتبص عليها قبل الامتحان. طب هتيجي بقى تسال نفسك سؤال مهم، طب يا عمر انا ممكن اقعد اجمع كل ده ومش ده اللي يجي في الامتحان، او الاسئله هتيجي مش زي اللي انا كتبتها؟ طب والله من اللي انا كتبته جه سؤالين وكانوا بدرجتين في الامتحان. بص هنا كنت بكتب، بص ايه، سؤال حلو 2023، كنت بتوقع ان السؤال ده هيجي لي في 2023. بص كام ورقه بقى، لو قعدت تجمع كام ورقه انا كاتبها اسئله مهمه كنت بشوفها وبكتبها. عشان كده بقول لك طبق اللي انا بقوله لك، لان انا جربته ودخلت لقيته. سؤال الممنوع من الصرف اهو اللي جه في الامتحان وكان من مراجعات المستر عادي، مستر محمد صلاح. بص اهو كاتب 2023 تو مارك، يعني انا كنت متوقع ان هو هيبقى بدرجتين. اللي هو الممنوع من الصرف بيبقى مجرور بالفتحه لو جه بدون الف ولام ولا ياتي بعده مضاف اليه، الباقي بقى انا عارفه، بس كانت هي دي القاعده اللي بتشتتني. الملخص تاني جنب الحاجات اللي انا قلت لك تعملها، افتح محاضره محاضره، خد يوم كده كامل ابدا افتح محاضره محاضره لمستر محمد صلاح. لو انت مع مستر رضا الفاروق تمام كمل زي ما انت، بس انا كنت بتفرج على مستر محمد صلاح. افتح محاضره محاضره وجمعها زي ما انا ما بقول لك كده بالتريكات بتاعتها، او الاسئله مثلا اللي تحس فيها فكره خد الفكره دي واكتبها. وحابب بس اقول لك ان كل الاسئله دي بكل الكلام ده انا منزله لك في PDF على جروب التليجرام، خش ودوس على صوره الجروب من فوق هتلاقي كل الاسئله اللي انا كاتبها دي. لو جينا للبلاغه وعايزك تبقى ناصح، مستر محمد صلاح منزل لك فيديو البلاغه كامل في 3 ساعات، طب لو اتفرجت عليه كده يعتبر انت مخلص كل حاجه في البلاغه. طب تمام كويس جدا، وانت بقى بتتفرج انت مش هتفضل فاكر كل حاجه، بص والله ما هتفضل فاكر كل حاجه. يعني انت بعد ما تخلص المحاضره هتقولي البلاغه كويسه جدا وتمام، تاني يوم ذاكر اي فرع تاني هتلاقي المحاضره كلها طارت. يبقى تعمل ايه؟ ورقه وقلم برضو وبتبدا تكتب. يعني انت عايز تفهمني انك ممكن تفضل فاكر الصوره الممتده بتكون ايه، والصوره المركبه شكلها ايه، والمركبه المتداخله، والصور البيانيه جزئيه وكليه، هتعرف انت تفضل فاكر كل الكلام ده؟ لا، بتبدا تكتب، وتكتب بس مثال يفهمك الحاجه دي بتتكلم عن ايه، وهتخش في الامتحان وهتعرف كل كلمه انا بقولها لك. يبقى البلاغه كده باختصار، اتفرج على مستر محمد صلاح او محاضره مستر رضا الفاروق حسب انت بترتاح مع مين. وعايزك بالله عليك تتعامل بذكاء، يعني انت عندك الاسم المكسور والمنقوص والممدود، ابدا اكتب مثال على كل اسم عشان تعرف الاسم ده لما بيجي بيكون شكله ايه. طب صلي بقى على النبي وركز كده معايا تعمل ايه في الادب. وده الكلام اللي انا طبقته، ممكن مثلا يكون مبالغ فيه شويه، بس والله ده اللي انا عملته وجاب معايا نتيجه، فبقوله لك عشان متاكد ان هو هيجيب برده معاك نتيجه. بص دي مدرسه ابولو، كان ملخصها في صفحه واحده، ببدا اجمع كل مدرسه في صفحه. طب مدرسه ابولو دي جمعتها ازاي؟ عندك اهو نشأة مدرسه ابولو، سبب الاتسام بالعاطفه الجياشه، سمات مدرسه ابولو، السمات اهي. طب بص بقى من السمات دي مثلا كاتب لك ان هم عندهم اللغه زي الكلمات الاجنبيه اللي هي اخناتون. ممكن انت بقى في النص يقوم كاتب لك مثلا شعر عن كلمه اخناتون ويحط لك كلمه اخناتون دي، ويجي تحت يقول لك الشاعر بقى استخدم كلمه اخناتون دي كانت من سمات مدرسه ايه. فاهم هنا الاسئله بتيجي ازاي؟ وعاوزك برضو تبقى بتكلم نفسك، يعني انت مثلا مدرسه ابولو بص من سماتهم عندهم الكلمات الرشيقه، يبقى انت عارف ان ابولو دي رشيقه. بص لازم تعمل كده، معلش انت ممكن تبان ان انت بس لازم تعمل كده. عندهم مثلا المقطوعات دي في ابولو، يعني انت مثلا اهو بص فتحت محاضره مستر محمد صلاح تمام، في الادب محاضره الادب جات لك مدرسه ابولو، هتبدا تكتب النشأه وتبدا بص تبدا تنزل كده النشأه اهو 1 2 3، دي الاسباب اللي انت هتعملها. خلصت النشأه بتدخل على السمات. طب ده بقى هيفيدك بايه؟ السؤال لما يجي لك في الامتحان انت مش هتبقى عارف تفرق بين السمات، لما تبص بقى عليهم كلهم وانت مجمعهم مره واحده قبل الامتحان هتخش انت لسه فاكر. يعني هم مثلا من السمات بتاعتهم ان هم بيتكلموا عن المرأة وعندهم البعد عن الشعر السياسي وحب الطبيعة ومعاناة الحياة وتصوير البؤس، فانت داخل عارف اهو
لو لقيت حاجه فيها البعد عن الشعر السياسي يبقى انت بتختار مدرسه ابولو. تمام، يبقى انت بالراحه كده هتبدا تجيب مدرسه مدرسه، وفي صفحه تكتب السمات وسبب التسميه وكل الحاجات دي تبدا تكتبها، لان انت قبل الامتحان زي ما قلت لك هتبدا تجمع بقى ما بينهم كلهم فتخش فاكرهم. وكفايه كمان ان وانت بتحل هتقدر ترجع تجيب السؤال بسهوله. بص، في اسئله انت بتفهمها في الادب بتلقائيه كده بتجيبها، وفي اسئله بتبقى محتاجه ان انت تبقى حافظ سمات كل مدرسه. عندك بقى في القطعه والنص، وركز كده عشان تضمنهم باذن الله بنسبه كبيره. بص، اقرا الاسئله الاول، بعد كده اطلع للقطعه او اطلع للنص، بس لازم تقرا الاسئله الاول. وانت بقى بتطلع فوق بتقرا القطعه والنص بتبقى بتختار الاجابه وتنزل تقول اه ده كان بيسالني هنا لما قريت السؤال ده هي دي الاجابه، فبتلاقي نفسك انك جبت لك سؤالين ثلاثه بمجرد بس القرايه الاولى. طب تمام، وانت بتقرا اقرا بالراحه وكلم نفسك كانك بتشرح لنفسك القطعه. حاول انك وانت بتقرا ماسك القلم وسطر سطر كده وبتشرح السطر ده لنفسك. وفي النص افضل طريقه وكان مستر محمد صلاح بينصحنا بيها ان انت اقرا النص مره بالراحه بعد كده اقراه تاني. يعني اقرا النص مره كده بالراحه واشرحه لنفسك وارجع عيد عليه تاني، ده طبعا بعد ما تكون قرات الاسئله كلها. بص بقى، من النهارده لحد ما تخش الامتحان، لحد قبل ما تخش الامتحان، اي قطعه واي نص هتلاقي فيه اسئله بتتكرر فيهم. بص على طول، يعني مثلا النص ده فيه سؤال اهو، النص اللي بعديه السؤال ده اتكرر، النص اللي بعديه السؤال ده اتكرر. اتاكد مليون في الميه ان السؤال ده هيجيلك في الامتحان. دي بقى هنا انت وشطارتك وذكائك، هل بتحل كده وخلاص ولا انت بتحلل الحاجه اللي انت بتحلها؟ بص هنا السؤال ده اتكرر كتير واتكرر هنا واتكرر هنا، ابدا بقى اركز على الفكره دي واتدرب ازاي احلها. طب خلاصه القطعه وخلاصه النصوص وكل الكلام ده، حل زي ما المستر اللي معاك بيحل، سواء مستر رضا الفاروق او مستر محمد صلاح، حل معاهم كتير واتدرب على طريقه الحل بتاعتهم، شوفوا بيطلع يقرا ازاي وبينزل يختار ازاي وكل الكلام ده، وباذن الله باذن الله هتقفلهم في الامتحان. طب وعندك في التعبير الدنيا سهله خالص، سيب بس مسافه في الاول وعلامات الترقيم، يعني لو اتفرجت على محاضره لاي مستر هتلاقي الدنيا معاك كويسه جدا في التعبير. ولما دخلنا جرب كده حل موضوع التعبير بتاعنا هتلاقيه سهل جدا، اتدرب بس انك ازاي تحط علامات الترقيم صح وهتلاقي الدنيا معاك كويسه. طب كام نصيحه كده بقى ومعلش اني طولت عليك. وانت بتقرا السؤال او انت مثلا بتحل، اوعى تبص في الاجابات، حل انت الاول واختار الاجابه في دماغك، بعد كده روح دور للاجابات. ليه؟ صعوبه امتحان الثانويه العامه ان الاجابات كلها بتكون شبه بعض وانت بتبقى عارف السؤال بس مش عارف بقى هل هي الاجابه دي ولا الاجابه دي. فانت اقرا السؤال، خد الاجابه حطها في دماغك، بعد كده روح اقرا الاجابات. اوعى تعمل غير كده بالله عليك. ماشي، حاجه برضو تاني مهمه، وانت بتذاكر في ليالي امتحان العربي حاول تخلي نص ساعه او ساعه من اليوم بتحفظ كلمات الفرنساوي، كلمات الانجليزي، بتذاكر اي جزء من الجيولوجيا او اي ماده عندك ادبي او اي ماده علم رياضه. زي ما بتهتم بالعربي وان شاء الله حابب انك تجيب فيه اعلى درجه، المواد دي برضو لو عملت فيها كده من دلوقتي هتقفلها باذن الله. كده يعتبر انا اكون كلمتك في كل حاجه. اتاكد انك مشترك في القناه عشان ليالي الامتحان بتاعت المواد التانيه باذن الله اول ما انزلها توصل لك. واخر حاجه ما تنساش انك تصلي على النبي. سلام.